اولا الف مليون سلام على محمد حمدي، ويا رب تكون التواء خفيف وما تكونش فيه اصابه كبيره او اصابه تقعده فتره طويله. واحنا لما كنا بننتقد محمد حمدي فبننتقده كرويا، انما ان احنا نتمنى له الاذى استحاله. والف الف مليون سلام عليه. ثانيا تعالى يا عم حسام بقى بجرعتك دي، عشان اللي انا شفته النهارده في ماتش بنين اقسم بالله يخليني ابطل اتفرج على الكوره لمده 95 سنه لقدام. يا عم ده ما يرضيش ربنا، يا عم ابوس على جرعتك والله ما ينفع. انا قلت من عشيه ان انت ماتش بنين ما تخلوش مكركب وتطلع لنا بطلوع الروح، نكسب بطلوع الروح. حرام عليك، احنا منتخب كبير. النهارده خفت وعكيت في التشكيله ونزلت. طب ما هي كانت ماشيه في ماتش جنوب افريقيا، قلت هلعب بالشكل ده. انا نفسي افهم المغزى من نزول ابراهيم عادل مع تريزيجيه. انت عاوز تنزل ابراهيم عادل، قعد تريزيجيه بره وخلي زيزو ناحيه اليمين. انت النهارده رحت منزل تريزيجيه، جتل الجبهه اليمين انها مش بتاعته. ده تريزيجيه ما لعبهاش يا راجل من ايام استون فيلا وانور الغازي. كان بيلعب معاه لعيب هناك اسمه انور الغازي، فكان بيروح ناحيه اليمين عشان خاطره وما نفعش فيها. فما لعبهاش اديله قرن. جاي تحطه النهارده جناح يمين او مركز 8 ويمين ناحيه اليمين، العك كده. ورحت حاطط ابراهيم النهارده انت شايفه لحد الدقيقه 60 ولا الدقيقه 70 ما عداش واحد على واحد، ما شاطش كوره واحده. ثانيا انت النهارده ما فيش جمله مفهومه للمنتخب المصري، ما فيش لعبه على الارض مفهومه. ثالثا انت بيطلع علينا النهارده زي فرقه بنين تضغط علينا من قدام، فخط الدفاع كله بتاعنا بيجي له كهرباء، ما تفهمش تلوش يا حاسر يا ساتر فيها يا عم. لا خط الدفاع عرف يطلع بكوره، ومروان معزول لوحده في نص الملعب، ولا الخطوط قريبه من بعضيها فيها يابا. احنا بنلعب البرازيل، انا حسيت ان بنين دي البرازيل بيضغطوا علينا النهارده ضغطه في الثانيه مش عارفين نطلع بكوره واحده. يا مؤمن حرام عليك اللي انت بتعمله فينا ده. انت محسسني ان مصر دي فرقه تصنيفها 100. يا عم في ايه؟ انت مش معلم اللعيبه دي جمله طلوع بالكره واحده؟ انت مش منزل اي لعيب يطلع اللعيبه دي بالكره؟ احنا النهارده بنين كل ما تضغط ضغط عالي تاخد منا الكره في مناطقنا، تضغط ضغط عالي تاخد منا الكره في مناطقنا، ما ضغطتش ونزلت لتحت. احنا بنعمل ايه؟ باص 2 3 ما لهمش اي 30 لازمه في نص الملعب ويجي راميين اللونج باص. نرمي العالي، ترمي العالي لمين؟ بترمي العالي لمين؟ لصلاح ولا المرموش؟ هيستلم وسط الاثنين ازاي؟ حرام عليك يا حسام يا حسن، النهارده بوظت الماتش منا، خليت شكلنا وحش. احنا صعدنا النهارده تيبيكال ماتش زيمبابوي، صعدنا بطلوع الروح، بالحب، بالدعاء، بالرضا. غير كده احنا النهارده بنين عملت علينا ماتش فوق المحترم، ومدرب بنين مدرب محترم وعرف على قدر امكانياته يلعب اللعبه الجماعيه، يعرف امتى يضغط، امتى ينزل تحت الكوره، ولما بينزل تحت الكوره بيجرب الخطوط، ولما بيضغط من قدام بيجرب الخطوط. مدرب بنين اللي معاش سكواد يعتبر لعيبه بتلعب في رومانيا وفنلندا ولبنان ومش عارف مصر وسموحه وغزل المحله، لعيبه على الله ان شاء الله. وانت معاك لعيبه معديه المليار جنيه ومش عارفين يطلعوا بالكوره من تحت. فلا ده ما ينفعش. انت بكره انت عندك الماتش الجاي هتلاعب كوت ديفوار، هتلاعب بوركينا فاسو، و90% هتلاعب كوت ديفوار. انا على مستوى كوت ديفوار جبل الكاميرون ده احنا حرفيا كوت ديفوار هتعمل لنا بطاطس محمره ده هتعملنا بانيه. فحسام حسن لازما مليون في المية يحط تشكيلة على قدر الماتش. بص يا عم حسام، انت عكيت في كل حاجة النهاردة، وكل ما تيجي تعدلها تبوظها، كل ما تيجي تعدلها في التغييرات تبوظها اكتر. رحت منزل امام ومنزل زيزو، حط كل واحد في مكانه. امام عادي ممكن يلعب مركز 8 ويمين ناحيه فتوح، لعبها في جميع الحتت، ولعبها مع الزمالك ولعبها مع الاهلي جناح قبل كده مركز 8 ويروح ناحيه الجناح، يعني لعبها. وتحط زيزو ناحيه اليمين، لا امام يروح ناحيه اليمين قدام محمد هاني، وزيزو يجي ناحيه مع فتوح. يا عم في ايه؟ طب جرب المسافات من بعض، اللعيبه المهاجمين بيضغطوا من قدام ونص الملعب والمدافعين واقفين في اخر الدنيا ورا، فتلاقي في جف في نص الملعب لمروان امال يجري كتير وهو مش قادر عشان انت هلكته بدنيا في مساحه كبيره في نص الملعب انت سايبه لوحده فيها. بيضغط قدام صلاح ومرموش وبيضغط وراهم وليكن تريزيجيه وابراهيم عادل، دول 4. مروان يروح وراهم فيلاقي وراهم في نص الملعب فدان، ان الخمسه اللي انت موقفهم البشوات ما بيطلعوش وعاملين دفاع متاخر، فتلاقي جاب في نص الملعب فهو يرجع يغطيه فما بيكملش ورا المهاجمين. فتلاقي عندنا مشكله كبيره وعك كبير وبطء في الريتم وبطء في الحركه. وبص انت جلطني، ده انا من ايام منتخب كوبر ما انجلطش الجلطه دي. يا عم انت بتمشي على سطر وتسيب سطر،
سطر يمين وسطر شمال. ماتش جنوب افريقيا ده يتلعب معاه بتشكيله، ماتش النهارده ما ينفعش نفس التشكيله، ما ينفعش نفس التكتيك، ما ينفعش نفس الفكر. ما الناس دي بتتفرج عليك برضه، الناس دي مش هتلعبك، مش هتضغط عليك من قدام اصلا عشان تعمل اللي في دماغك. الناس دي واقفه ورا ومستنيينك انت تضغط عليهم عشان هم يلعبوا عليك. طب هتضغط بقى قدام، يبقى ما تلعبش بخمسه ورا، قلنا العب بثلاثه وطير الجناحين. احنا عندنا جناحين عندهم جلطه. واحد فهمت محمد هاني ده اقسم بالله لسه ناشي لحد النهارده. يا عم طب غيره، ده ما لعبش كوره يطلع عليها، انت موقف ومحجم هو الجناح الثاني مسبة الجناحين ومسبة ثلاثة مساكين، يبقى خمسة ورا. طب بالله عليك احنا قدام بنين ومواقفين خمسة ورا، امال قدام كوت ديفوار هنيجي فيها 16 ورا، هتنزل انت واخوك تقف معانا ورا؟ لا اله الا الله. الماتش الجاي ربنا يسترها ونعدي على خير، عشان كده هي بص انت ما ممكن نطلع بفضيحه من البطوله دي. هو لحد النهارده ربنا كرمك وساترها معاك فوق الستر بشويه، انما الماتشات الجايه مع الفورمه اللعيبه اللي المفروض انها مريحه فوق ال 12 يوم، لا عندك مشكله كبيره وربنا يسترها. وزي بعضه اسف عن طولت في الفيديو.